هيطلع لنا الناتج 100. 10% يعني 10% يا جماعة. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض كتاب الامتحان. وقبل ما نبتدي، لو بتشربوا كوباية شاي او كوباية قهوة قوموا اعملوا لكم. وطبعا لو وراكم صلاة قوموا صلوها الاول، بعد كده نبتدي مع بعض. يلا نسمي الله ونبتدي. انا كمان عامله لي كوباية الشاي بتاعتي. يلا بينا نبتدي مع بعض. قبل ما نبتدي نحل مع بعض، احنا طبعا هنمسك سؤال سؤال ان شاء الله هنشرحه ونفصصه كده مع بعض، نقول الاجابة دي ليه وما اخترناش التانية ليه. بس لو انتم مش مذاكرين الدرس مش هتعرفوا تحلوا. اتاكدوا ان انتم مذاكرين الدرس عدل وجامد جدا، علشان مفيش حاجه تقف قدامكم، وان شاء الله باذن الله مفيش حاجه تقف قدامكم. واللي متفرجش على فيديو شرح الدرس الاولاني يروح يتفرج عليه، هو قبل الفيديو ده على طول. يلا نبتدي مع بعض ونسمي الله. يلا نسمي الله ونبتدي مع اول سؤال. بيقولوا لنا هنا ايه؟ يبدا سريان الطاقه في السلاسل الغذائيه ب الحيوان ولا نباتات والنبات الاخضر ولا كائن محلل ولا ضوء الشمس. طبعا احنا قلنا ان الطاقه تبتدي من فين خالص، ولما كنا كاتبينها في الشيب بتاعنا كده فوق كتبنا ان المصدر الاساسي للطاقه هي الشمس. لما كنا كاتبين كده ايه ملحوظه صغنونه باللون الاحمر، يبقى احنا عندنا هنا اللي بيبتدي خالص من عنده سريان الطاقه بتبتدي يطلع من عنده هو الشمس يا جماعه. هنا ضوء الشمس. نيجي هنا السؤال التاني، بيقول لنا ايه؟ يمكن تتبع انتقال الطاقه خلال النظام البيئي من خلال دراسه التفاعل بين. طبعا يا جماعه احنا عندنا في النظام البيئي انتقال الطاقه كان بيحصل ما بين ايه؟ بيحصل ما بين الكائنات الحيه وبعضها. لما احنا قلنا بيحصل ما بينهم تفاعل، فاكيد مش بيحصل بين المكونات الغير حيه في البيئه، لا ده الكائنات الحيه والهواء، ولا الكائنات الحيه والماء. طبعا الاجابه عندنا هي الكائنات الحيه وبعضها. التفاعل بيحصل مع بعضه. بيقول لنا في السؤال التاني الشكل التالي يوضح سلسله غذائيه في احد النظم البيئيه المتزنه. ماذا قد يحدث في حالة تناقص أعداد الضفادع؟ السؤال ده حلو قوي. تعالوا نشوف كده مع بعض. عندي هنا الضفدع لما يقل ايه اللي هيحصل؟ عدد الضفادع لما تقل الجراد عندي هيزيد. ليه؟ لأنه عدد الضفادع اللي هتيجي تاكل الجراد هيكون قليل، فالجراد عندي هيكون كتير لأن محدش جه أكله. طب لما الجراد يكون عندي كتير قوي هيقعد ياكل ايه؟ هيقعد ياكل في العشب. طب العشب ده اللي هيحصل له هيخلص، هيقل. يبقى انا عندي التفاضل لما تقل اللي يحصل للجراد هيزيد، لان محدش هيجي ياكله، هيكون الاعداد اللي هتيجي تاكله هتكون قليله قوي. اللي يحصل للنبات هيقل لان الجراد عمال ياكل في النبات. طيب لما عندي الضفادع تقل التعابين هتقل والنسور هتقل. تيجي بقى نشوف كده الاختيارات هنا كده مع بعض. احنا حللنا السؤال الاول مع بعض وشرحناه، نيجي بقى نشوف الاختيارات. ماذا قد يحدث في حالة تناقص أعداد الضفادع؟ يقل عدد النباتات صح، زي ما احنا قايلين هنا النباتات هتقل لان الجراد هيزيد عشان الضفادع تكون قليله. فلما تكون قليله مش كتير جدا من الجراد هيتاكل، هيكون حبه صغيرين بس اللي هيتاكل، فبالتالي يبقى عندي كتير قوي عايش، فالنبات هيقل. يقل عدد النباتات. ننزل السؤال بعد كده. السؤال الرابع، اي الكائنات التالية تعتمد في تكوين غذائها على مكونات غير حيه؟ اي من دول كلهم بيعمل اكله من حاجات غير حيه؟ الفقر استحالة، الفقر بياكل حيوان، طب مش الحيوان ده كائن حي؟ صح. التعابين كذلك الأمر، نبات القمح صح. على عناصر غير حية، فاكرين لما قلنا العناصر الغير حية اللي هي زي المناخ وزي الأكسجين والكلام ده كله صح، والشمس. فعندي هنا نبات القمح بيعمل نبات عامة، هو احنا بص هقول لك بقى نبات القمح ومش عارفه ايه الكلام ده كله، فهو في الآخر وفي الأول ايه؟ نبات. فياخد من التربة مية وياخد من الجو ثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس، فده التلاتة دولت عناصر غير حية. فبالتالي انا عندي بس نبات القمح هو اللي بيعمل غذائه من عناصر غير حيه. ننزل السؤال اللي بعد كده. اذا تغذى احد انواع الطيور على حشرات تتغذى على نبات الذره، فما المستوى الغذائي الذي ستشغله الطيور في السلسله الغذائيه؟ السؤال لما تحسوه بلعبك وطويل قسموه نصين. تيجوا نقسم ده كده مع بعض النصين اهو. ناخد الجزء الاول. اذا تغذى احد انواع الطيور، يا عصفوره، احد انواع الطيور بنقول عصفوره، جت عصفورة تغذت على حشرة، الحشرة دي بتتغذى على نبات. نيجي نرسم. كنت دايما احب اي سؤال يقف معايا او اي سؤال احس ان هو ملعبك وكلام ده. يا جماعه السؤال ده سهل قوي، بس عامه يعني اي سؤال يقف معايا او احس ان هو ملعبك ومش عارفه ايه والكلام ده كله ارسمه. لما ارسمه واحده واحده اخد اللي هو كاتبه اترجمه الرسمه، بلاقي نفسي فهمت ولاقي السؤال بقى سهل وبسيط وجميل. تيجوا كده مع بعض نشوف.
نيجي نرسمه هنا كده على جنب. عصفورة، دي كده عصفورة تتغذى على حشرة. ممكن نقول دي كده الحشرة. يلا، ده القرنين بتوعها وادي الأجنحة. الحشرة دي بقى يا جماعة بتتغذى على نبات مثلا نقول شجرة زنطوطة. تمام، يبقى انا عندي العصفورة بتتغذى على حشرة، والحشرة بتتغذى على نبات. بتتغذى على نبات الذرة، فنعتبر ان انا اسمها دي ذرة. فما المستوى الغذائي الذي تشغله الطيور في السلسلة الغذائية؟ هو عايز هنا الطيور. فاكرين لما قلنا ان النبات بيشغل المستوى الاول من الهرم؟ قلنا ان اي حاجة جاية من بعديه بقى بتكون مستوى تاني او تالت او رابع ايا يكن، والمستوى الاخير خالص وهي بتكون للكائنات المحللة. تعالوا نشوف بقى مع بعض كده هيكون المستوى الكام. خلينا عصفور بياكل حشرة، الحشرة دي بتاكلها النبات. انا هبتدي من النبات لان انا ده اللي انا عارفاه ان هو المستوى الاول، فبالتالي انا هبتدي ارقم من عنده. تعالوا كده نرقم من عنده. النبات ده فنفترض ان هو رقم 1. نيجي للحشرة، هتبقى كام؟ هتبقى المستوى التاني. يبقى بالتالي عندي العصفور ده المستوى التالت. انا لما ابتدي برقم من النبات الاول، لان النبات مستوى الاول، فببتدي ارقم من عنده. يبقى الحشرة مستوى تاني والعصفور مستوى تالت. اختار الاجابه ايه؟ مستوى التاني. ننزل السؤال اللي بعده. اي مما يلي يمثل كائن منتج للغذاء؟ طبعا احنا قلنا الكائنات المنتجه مع بعض. فاكرين لما قلنا ان النبات هو كائن منتج ومستوى اول وذاتي التغذيه، لما قلنا عليه 3 مصطلحات دولت مع بعض، اكيد اي حاجه فيها النبات من دولت دي اللي انا هختارها. فطر الخميره هو ذات نفسه بيقولك فطر. طب البكتيريا المحلله؟ لا طبعا. طحلب اخضر ولا الاميبا؟ اكيد طبعا الاجابه هتكون طحلب اخضر يا جماعه، لان الطحالب الخضراء يا جماعه دي تصنف من النباتات. الف هنا بيقول لنا بيقول اي انواع الكائنات التاليه من الممكن ان يتواجد في اكثر من مستوى في السلسله الغذائيه؟ احنا قلنا يا جماعه اللي بيتواجد في المستوى الاول هو النبات، واللي بيتواجد في المستوى الاخير هي الكائنات المحلله. فبالتالي عندي ايه؟ المستوى الثاني والثالث والرابع والخامس دول كلهم بيبقى فيهم كائنات حيه. فاكيد انا اختار اي كائن حي هو هيكتبولي من هنا. كائنات حيه اقصد يعني زي الحيوان وزي الانسان. نيجي هنا كده نشوف بيقول ايه. الكائنات ذاتيه التغذيه. طب انا عندي كائنات الذاتيه التغذيه دي اللي هي ايه؟ اللي هي النبات. واحنا قلنا ان النبات مستوى اول. مستوى كام؟ مستوى اول. فبالتالي انا عندي الاجابه دي غلط. يتواجد في اكثر من مستوى، فبالتالي انا عندي التالت لحد الخامس. نيجي نشوف اكلات اللحوم. طب انا عندي ايه اكلات اللحوم؟ يا اما حيوان بياكل حيوان، يا اما بني ادم بياكل حيوان، صح؟ فعندي كائنات اللحوم يبقى يا اما حيوان يا اما انسان. فبالتالي عندي الاجابه دي صح. بس برضو نقرا باقي الاختيارات يمكن. تعالوا نشوف. الكائنات المحلله، اكيد لا طبعا يا جماعه مش الكائنات المحلله، لان عندي الكائنات المحلله بتوجد بس في المستوى الاخير، فما اقدرش ان انا اقرر منها كذا مستوى. فيبقى الاجابه دي غلط برضو. نكتب عندها كده مستوى اخير. مستوى اخير. اكلات العشب هتكون برضو الاجابه دي يا جماعه غلط، لان عندنا اكلات العشب عندنا زي الارنب ما يقدرش ياكل ما اسد. فبالتالي عندي هتكون اكلات اللحوم دي اللي اقدر اعدد منها كذا مستوى. اكلات اللحوم بقى ايا يكن كان حيوان بياكل حيوان. ندخل بقى على السؤال التاني. الشكل المقابل يوضح شبكه غذائيه. اي كائنات التاليه تمثل مستهلك تاني؟ نركز هنا المستهلك. هنا مع بعض كده يا جماعه قال ايه؟ المستهلك ثاني. طب نيجي هنا كده عند الرسمه، نفصص الرسمه واحده واحده. عندي النبات ده يا جماعه يعتبر ايه؟ منتج. فبالتالي هو مش مستهلك، فاصلا النبات مش معانا. نشوف باقي كائنات. عندي الجرادة وعندي الفراشة كائنات مستهلكة. طيب الجرادة والفراشة دولت مستهلك اول، لان دول اول حاجة خارجة من السهم. نشوف الاسهم اللي خارجة منهم رايحة فين، لان الاسهم اللي خارجة منهم دي رايحة على المستهلك الثاني. عندي ميم وعندي لام، يبقى انا عندي ميم ولام مستهلك ثاني لان هما استهلكوا اكل. عندي نون في الاخر مستهلك تالت. طيب نشوف السؤال هنا كان بيقول عايز ايه؟ مستهلك ثاني. فانا عندي ميم ولام مستهلك ثاني، مفيش في الاختيارات ميم ولام، اذا هتكون لام بس. يبقى الاجابه عندي هي لام، لان احنا قلنا ان النبات كائن منتج والحيوانات اللي بتيجي تاكل النبات دي مستهلكه. عندي الاسهم اللي خارجه الاول من الجراد والفراشه دي كده مستهلك اول. نشوف السؤال اللي بعد كده. ما الترتيب الصحيح لتكوين سلسله غذائيه في نظام بيئي متزن؟
اول حاجه طبعا لازم نبتدي بيها النبات، لان النبات هو المستوى الاول. يبقى احنا كله عندنا مبتدي بالنبات، تمام. بعد كده نبتدي بالجرادة، الحشرة. انا عندي النبات، بعد كده الحشرة هي اللي بتيجي تاكل النبات. فالنسر لا، غلط، لسه موصلناش لمرحلة النسر. الجرادة قلنا بيجي ياكلها ضفدع، بيجي ياكلها. هنا نشوف في الاختيارات، نسر لا، تعبان لا، والضفدع بيجي ياكله تعبان، والتعبان بيجي ياكل النسر. يبقى انا عندي الاجابة هي رقم الف. ننزل للسؤال بعد كده. الشكل المقابل يوضح سلسلة غذائية. اي كائنات في هذه السلسلة يعتمد على الضوء في تكوين غذائه. يعتمد على الضوء في تكوين غذائه، فهو اكيد نبات، يبقى اكيد رقم س. المشترك الثالث في هذه السلسلة يمثله الكائن ايه؟ نمشي مع بعض في السلسلة. طبعا عندي النبات ده كائن منتج. عندي الارنب مستهلك اول، وعندي التعبان مستهلك ثاني، وعندي النسر مستهلك ثالث. نشوف هنا، عايز مستهلك الثالث، يبقى اكيد عندي لام، لانها قال مستهلك، لو كان قال مستوى كان هيبقى عين. فانا عندي المستهلك الثالث رقم لام. نشوف السؤال اللي بعد كده. المخطط المقابل يمثل سلسلة غذائية. أي مما يلي يمكن أن يمثله الحرف إكس. نيجي نشوف مع بعض. عندي الحرف إيه أخد ضوء. طب أنا عندي أي حاجة بتاخد ضوء يبقى أكيد ده نبات، فأنا عندي ده نبات، يعني منتج، يعني ذاتي التغذية. جه به أكيد ده حشرة، أكيد حشرة جت أكلت النبات، يعني مستوى كام؟ مستوى تاني، يعني مستهلك. دي حرف اكس مستوى تالت، وسي مستوى رابع، ودول برضو كائنات مستهلكة. ايا يكن هي ايه. نيجي نشوف السؤال كان بيقول ايه. اي مما يلي يمكن ان يمثله الحرف اكس. اكس ده اكيد حيوان، واكيد مستهلك، واكيد غير ذاتي التغذية. نيجي نشوف مع بعض، ارنب ولا جراد ولا ثعبان ولا حشائش. حشائش اكيد غلط، لان عندي الحشائش هي اللي هتكون بتاخد ضوء، اللي هي الحرف ايه، فاكيد غلط مش حشائش. ايه ارنب؟ الارنب ده يا جماعه معلومه عندكم ضيفوها كده عندكم في الكشكول، الارنب اكل للعشب. الارنب ما بياكلش حيوانات. عندي ممكن التعبان ياكل حيوانات، ضفدع ممكن ياكل حيوانات اللي هي الحشرات، لكن الارنب بياكل اعشاب بس. فانا عندي كده الارنب غلط. نيجي نشوف بعد كده. جراده اكس، جراده لا، بي جراده. هنا جراده لا، لان عندي بي هي الجراده، لكن اكس لا. ثعبان ممكن تكون يا جماعه فعلا تعبان. ليه؟ لان عندي التعبان هي ياكل الحشره، اوكي ممكن، لكن الجراده هي اللي بتيجي تاكل على طول النبات. نشوف بعد كده السؤال اللي بعده. طيب يا جماعه عندي دلوقتي سلسلتين س وصاد. السلسلتين دولت يا جماعه بيقول لكم ان المستوى الاخير بتاع الاتنين دولت فيهم نفس كميه الطاقه. طب انا دلوقتي عندي سلسله س فيها كذا مستوى. يعني ايه فيها كذا مستوى؟ يعني فيها كذا عدد او كذا نوع من الكائنات اكل الطاقه دي، الطاقه اتوزعت عليه. طب انا دلوقتي اقول لكم مثلا مثال على ايه. عندي طبق مثلا فيه اكل، شويه اكل، وعندي طبق تاني فيه شويه اكل. جبت 5 افراد وجبت فردين، جبت الفردين دول اكلتهم. الطبق ده اكلته الفردين، والطبق ده اكلته ل5 افراد. انا عندي الشخص الخامس واخد كميه اكل هي نفس كميه الاكل اللي واخدها الشخص التاني في الطبق التاني. معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك ان انا عندي كميه الاكل اللي كانت ل5 افراد كانت كتيره، لان انا قسمتها على 5 افراد وكانت بنفس الكميه اللي قسمتها على فردين. معنى ذلك ان الطاقه اللي كانت ل5 افراد كانت كبيره جدا، ان كل واحد ياخد نفس اللي خده الفردين. يبقى كده انا عندي كميه الطاقه اللي الطبق اللي اخده ل5 افراد كبيره، لكن اللي اخده الفردين كانت قليله. هي نفس الفكره اللي هنا. نيجي كده مع بعض. يبقى انا عندي كميه الطاقه اللي في س كبيره قوي على انها توصل لنفس العدد اللي اتقسم على 3. بيقول هنا ايه؟ زياده كميه الطاقه في الكائن المنتج بالسلسله س عن السلسله ص صح. يبقى عندي كده س كبيره جدا، يبقى عندي س اكبر من ص، يبقى عندي الاجابه هتبقى الف. لو مش فاهمين السؤال تاني يا جماعه عيدوا. ننزل للسؤال اللي بعده. من الشبكه الغذائيه المقابله يحصل الكائن ن على اقل كميه من الطاقه عندما. هنا بيقول لك ايه النون ده امتى هيوصل له اقل طاقه؟ لما يتغذى على انهي كائن من دولت. بصوا يا جماعه،
فكرة السؤال ده هو ان احنا هندور على اكبر سلسلة. اكبر سلسلة يعني فيها كائنات كتيرة اكتر، لان كل ما السلسلة بتاعتي عددها زاد كل ما كانت الطاقة اللي واصلة للكائن الاخير قليلة. فاحنا عندنا اقل كمية طاقة هي اكبر سلسلة عندنا، لان احنا عندنا علاقة ان العدد لما بيزيد الطاقة اللي بتنتقل لاخر فرد بتكون قليلة، زي ما احنا قلنا لان بيتم فقد طاقة والكلام ده كله. فاحنا هنمشي ورا السلسلة الاكبر، لان السلسلة الاكبر هي اللي هتديني كمية طاقة اقل. نيجي مع بعض نشوف الاختيار الاول. يلتهم الكائن لام الذي يتغذى على الكائن عين. بيقول هنا ايه؟ ان هو ياكل الكائن لام اللي بيتغذى على الكائن عين. تيجي نشوف كده، نمشي تبع السلسلة بتاعته ونشوف هيدينا كام مستوى. عندي الكائن بيتغذى على الكائن عين، والكائن عين بيتغذى على الكائن سين. فانا عندي سلسله ماشيه كده، الكائن سين بيتغذى عليه الكائن عين، والكائن عين بيتغذى عليه الكائن لام، والكائن لام هيتغذى عليه كائن نون. فانا عندي كده كام واحد؟ عندي اهو، ادي 1 2 3 4. فانا كده عندي 4 مستويات. احنا طبعا عايزين اكبر مستوى، لان اكبر مستوى هو اللي هيديني اقل طاقه. بيقول لي يلتهم الكائن صاد. فين الكائن صاد؟ نمشي بقى بلون تاني. ادي الكائن صاد الذي يتغذى على الكائن عين. ادي الكائن عين. نجي برضو نمشي تبع السلسله بتاعته ونشوف العدد المستويات بتاعته هتكون قد ايه. ادي هو الكائن صاد بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على الكائن لام. الكائن صاد الذي يتغذى على الكائن عين. الكائن عين اللي هو ايه؟ اللي هو السمك الصغير ده ولا الجمبري، مش عارفه. المهم بيتغذى عليه. طب وصاد بيتغذى على الكائن لام، واللام هيوصل تاني الحوت. نشوف كده كام مستوى. ادي 1 2 3 4، برضو 4. اجابتين طلعوا لي ب4، يبقى اكيد مش دي الاجابه ولا دي الاجابه. يلتهم الكائن ميم الذي يتغذى على الكائن عين. نمشي برضو السلسله بلون تاني. كائن ميم الذي يتغذى على الكائن عين. فين الكائن ميم؟ اهو يتغذى على الكائن عين. نشوف برضو السلسله بتاعتنا ماشيه ازاي. ادي الكائن ميم اللي هيتغذى على الكائن عين، الكائن عين بيتغذى على كائن سين، وادي ميم اللي هيلتهم الحوت. كده كام واحد؟ ادي 1 2 3 4، برضو 4. نشوف اخر اجابة. الكائن لام الذي يتغذى على الكائن صاد. ادي الكائن لام بيتغذى على الكائن صاد. نشوف بقى هنمشي مع بعض ازاي. ثانية نمسح ده كده. ادي الكائن لام بيتغذى على الكائن صاد اللي هو السمك. ادينا ماشيين كده. طب السمك بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على عين. طب عين ده بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على سين. يبقى انا عندي من سين لعين عشان يوصل لصاد، ومن صاد للام عشان يوصل للاخر لنون. يبقى هي دي الاجابه. ليه كام مستوى؟ ادي عندنا 1 2 3 4 5. عندي هنا كده 5. فده اكبر عدد. اكبر عدد هيدينا اقل طاقه. ده كده اكبر عدد من المستويات، فيبقى عندي اجابه د. نشوف السؤال اللي بعد كده. رقم 14. من هرم الطاقة المقابل عند الانتقال من المستوى الغذائي دي إلى المستوى الغذائي A، ماذا يحدث لكمية الطاقة المنتقلة من مستوى إلى مستوى الذي يليه؟ نشوف كده مع بعض. بيقول لنا هنا ايه اللي هيحصل لما تيجي تنتقل الطاقة من D ل C، ومن C ل B، ومن B ل A. ايه اللي هيحصل في الطاقة؟ بيتم فوضى 90% لما بيجي ينتقل منها من مستوى لمستوى آخر، فبالتالي الإجابة عندي هتكون تنخفض. كان ممكن أختار تبقى كما هي لو كان قال لي نسبة الطاقة. لو كان قال لي نسبة الطاقة كنت أقولها هياها، لأن هي بتنتقل هياها. لكن الكمية لأ، مش نفس الكمية، لأن بيتم فقد 90% منها، فبتقل أكيد. فيبقى عندي هنا تنخفض. لو كان قال نسبة كنا هنختار تبقى كما هي. نشوف السؤال اللي بعد كده. الكائنات التالية تكون سلسلة غذائية في نظام بيئي واحد. أي هذه الكائنات سيحصل على أقل قدر من الطاقة في هذه السلسلة؟
طبعا هنمشي من ضمن المستويات اللي احنا قلنا عليها. قال عندنا هنا الطحالب الخضراء دي هتكون مستوى اول، بالتالي هي اللي بتكون الطاقه، فعندها اكبر كميه من الطاقه. طب القشريات ولا سمكه التونه ولا القرش؟ انا عندي اكبر حيوان، الحيوان اللي هو بيتغذى على الكائنات الصغيره دي، اللي هتوصل له اقل طاقه، لانه طبعا الطاقه هتقعد تتفقد عقبال ما يوصل له، هتكون الطاقه كميتها قليله، لان هيفقد كتير قوي عقبال ما نوصل له. فالاجابه عندي هنا هتكون القرش. نشوف السؤال اللي بعد كده. اي كائنات التاليه يحرر الطاقه الكيميائيه من الكائنات الميته؟ اول ما اشوف كائنات ميته على طول هقول ايه؟ كائنات محلله يا جماعه، لان الكائنات المحلله قلنا دي المستوى الاخير، وان دي اللي بتحلل الكائنات الميته زي الحيوان والانسان. فالاجابه عندي هتكون طبعا الكائنات المحلله اللي هي البكتيريا المحلله. ما العمليه التي تستخدمها الكائنات ذاتيه التغذيه؟ كائنات ذاتيه التغذيه زي ايه؟ زي النبات اللي احنا قلنا عليها كائنات منتجه بشكل مباشر لتخزين الطاقه في جزيئات الجلوكوز. طبعا يا جماعه الاجابه هتكون عمليه البناء الضوئي. احنا قلنا عمليه البناء الضوئي ايه هما اللي بيتم فيها تكوين الطاقه وتخزين الطاقه وعمل جزيئات الجلوكوز. فاكيد الاجابه هتكون ج. تعمل عمليه البناء الضوئي في النبات على تحويل الطاقه الضوئيه الى طاقه كيميائيه، لانه بياخد ضوء الشمس بيحوله لجلوكوز يا جماعه. فبيكون الاجابه هنا عندنا ان هو بياخد الطاقه الضوئيه ويحولها لطاقه كيميائيه، لان هنا قال عندنا هنا ايه في عمليه البناء الضوئي. فنختار الف. نشوف السؤال اللي بعد كده. أي السلاسل الغذائية التالية يحدث بها أقل فقد للطاقة بفرض أن كمية الطاقة في الكائنات المنتجة في جميع السلاسل متساوية؟ عندي هنا 3 سلاسل، بيقول لي 3 سلاسل دولت هنفترض ان كمية الطاقة فيهم متساوية. دلوقتي عايز يعرف انهي سلاسل من دولت نسبة الفقد فيها هتكون قليلة، مش هتفقد كتير. معنى ان هي مش هتفقد كتير يبقى انا عندي مستوياتها قليلة، المستويات بتاعتها قليلة، فبالتالي الطاقة اللي هتوصل لاخر مستوى هتكون كبيرة، فمش هيفقد كتير. فطبعا اقل فقد للطاقة هتكون اقل مستويات اللي هي الف، اللي هي يعني رقم 1. لان انا عندي هنا هنتقل من هنا لهنا، ومن هنا لهنا ادي كده فقدة 90، وهنا فقدة 90. طب من هنا لهنا فقدة 90، يبقى الطاقة اللي هنا وصلت لي قليلة. لكن كده انا فقدت مرة، بعد كده فقدت مرة كمان، هنا فقدة مرتين، هنا فقدت 3 مرات، هنا فقدت 4 مرات ولا 5 هنا فقدت 4 مرات. فأقل فقد هتحصل في ايه؟ في رقم 1 اللي هي رقم ألف. نيجي للسؤال اللي بعد كده. بيقول الشكل البياني المقابل يوضح كمية الطاقة في مستويات 4 سلاسل غذائية س وصاد وعين ولام. أي سلسلة غذائية يتم تمثيل عملية انتقال الطاقة خلال مستوياتها بشكل صحيح. نيجي هنا كده للشكل اللي عندنا، أنهي من س وصاد وعين ولام دولت اللي صح؟ بحيث ان الاخضر ده يا جماعه كائنات منتجه، كائنات منتجه يعني كده قصده على النبات، حتى هو حاططه لكم هو باللون الاخضر. وعندنا سلسله غذائيه بمستوياتها وكميه الطاقه. مهم جدا يا جماعه لما يكون في رسم بياني ابص على المحور الافقي عليه ايه، وعلى المحور الرأسي عليه ايه، ولو كاتب لك اي بيانات تانية بص برضو عليها. فهنا انا عندي كائنات منتجه اللي هي بالاخضر. طبيعي يا جماعه الكائنات المنتجه اللي هي بالاخضر دي اللي هي النبات يكون كميه الطاقه عندها زي ما محطوط كده على المحور الرأسي عالي جدا، لان احنا قلنا ان النبات هو اللي بيبتدي قاعدة الهرم، وهو المستوى الاول، وهو اللي بالتالي بيكون عنده كمية طاقة كبيرة جدا عشان بياخد الضوء من الشمس وبيعمل عملية البناء الضوئي. طيب دلوقتي هيكون عنده اعلى كمية طاقة، فانا بالتالي هدور على اعلى ارتفاع موجود في الاربع حالات اللي عندي. اعلى ارتفاع عندي اللي هو ايه؟ اللي هو الصاد. وعندي برضو لام اعلى كمية طاقة، فاذا عندي عين غلط لان عين قليلة، وعندي سين برضو غلط لان سين قليلة. عندي دلوقتي صاد وعندي لام. دلوقتي بقى فيه اللي هو اللون الازرق واللون البامبا دولت باقي المستويات. طب انا دلوقتي عندي باقي المستويات دولت اكيد هيكون كائنات حيه، فهنا بقول باقي المستويات دولت كميه الطاقه بتاعتهم ايه. عندي الازرق ده كميه الطاقه بتاعته عاليه قوي، والبامبا كميه الطاقه بتاعته عالي، بس مش بنفس كميه الطاقه العاليه في المستوى الازرق. نيجي هنا نشوف المستوى الازرق في الحاله لام نسبه الطاقه برضو عاليه، اعلى من مستوى البامبا. لكن لو لاحظنا هنا كده مع بعض الاخضر اللي هو النبات اقل من الازرق. طب ازاي اقل؟ يعني ازاي النبات اقل الطاقه، نسبه الطاقه اللي فيه قليله عن الحيوان اللي يجي ياكله؟ غلط. المفروض النبات ده هو عندنا اعلى حاجه، فبالتالي عندي لام هيكون غلط، هيكون الاجابه الصح عندي هي صفر. نشوف السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يوضح سلسله غذائيه. اي كائنات التاليه في السلسله الغذائيه يحتوي على اعلى كميه طاقه؟
ده نفس الكلام اللي احنا قلناه يا جماعه، اعلى كميه طاقه بتبتدي في النبات. فانا ادور على النبات في الرسوم اللي عندي هو ايه؟ النبات، يبقى هو العالي. نشوف السؤال اللي بعد كده. الشكل المقابل يوضح هرم انتقال الطاقه اذا كان مقدار الطاقه في الكائن صاد يساوي 1000 جول. فين الكائن صاد؟ اهو هنا كده عندي 1000 جول. لما يجي ينتقل ال1000 جول دولت، لما يجي ينتقلوا للحيوان عين هيفقد 90%. فاضربوها كده يا جماعة على الآلة، 90% من ال1000 هيطلع كام؟ هيطلع 900. 900 اتفقدوا، فبالتالي اللي وصل 100. اللي وصل للكائن عين 100 يا جماعة، لأن 900 اتفقدوا، واتبقى لنا ال10% اللي هما ال10% من ال1000. ال10% اللي من ال1000 يا جماعة يعني 100. 100 جول دولت هيتفقد منهم 90%. هضرب على الآلة برضو 90% من 100 بكام؟ هتطلع ب90. 90 طايرين، لكن 10% فاضلين، يعني اللي هيوصل 10%. نشوف بعد كده السؤال عايز مننا ايه. فكم تكون كمية الطاقة بالجول التي انتقلت منه إلى الكائن لام؟ قلنا اللي هيوصل للكائن لام هتكون 10 جول. نشوف السؤال اللي بعد كده. الشكل البياني المقابل يوضح مجموعة من السلاسل الغذائية وعدد المستويات في كل سلسلة. أي هذه السلاسل يحدث خلالها فقد، شوف بقى نعلم بس كده، فقد كمية أكبر من الطاقة في حالة تساوي كمية الطاقة في الكائنات المنتجة لكل منهم. نيجي هنا عندنا محور برضو، نشوف هنا بيقول لنا ايه. الأفقي السلسلة الغذائية، ادي كده سلسلة سلسلة سلسلة، تمام، س وصاد وعين ولام دي سلاسل. نشوف عدد المستويات. هنا بيقول ان لام، السلسلة لام فيها 3 مستويات بس، الهرم بتاعها 3 مستويات. طيب والسلسلة عين الهرم بتاعها 6 مستويات. السلسلة صاد الهرم بتاعها 4 اهو. والسلسلة س الهرم بتاعها 5. احنا قلنا كل ما عدد المستويات بيزيد الطاقة اللي بتوصل لآخر مستوى بتقل، لأن في كل مستوى من مستوى لمستوى بيتم فقد 90% من كمية الطاقة. فبالتالي أقل عدد مستويات هي أكبر كمية طاقة، وأكبر عدد مستويات هي أقل كمية طاقة هتوصل للمستوى الواحد. نشوف السؤال هنا بيقول ايه. عايز يشوف أكبر كمية فقد من الطاقة هتحصل في أنهي سلسلة. أكيد طبعا أكبر كمية فقد، يعني معنى ذلك إن في مستويات كتيرة أوي أوي هتحصل. طالما في مستويات كتيرة اللي هي ال6 مستويات اللي احنا قلنا عليهم، هتبقى أكيد المستوى هتبقى أكيد السلسلة عين، لأن هي فيها أكبر عدد من المستويات. فبالتالي أكبر عدد من المستويات هو أكبر عدد من فقد الطاقة. من فقد الطاقة هتفقد طاقة كتير، لأن أنا بنتقل من مستوى لمستوى، من مستوى لمستوى، من مستوى لمستوى بفقد. فبالتالي هيكون الإجابة عندنا هي عين يا جماعة. نشوف السؤال اللي بعد كده. أي أهرامات الطاقة التالية يندر وجوده في النظام البيئي؟ احنا قلنا اللي بيندر وجوده في النظام البيئي هو أي هرم طاقة بيزيد عن 6 مستويات. اللي احنا قلنا أعلى من 6 مستويات بتكون نسبة الطاقة قليلة. احنا مش قلنا هو مش موجود، ولكن بيندر وجوده. فبالتالي أنا عندي هنا 3 مستويات، عادي موجود 3 مستويات. وعندي هنا كم مستوى؟ 5 1 2 3 4 4 مستويات، 4 مستويات. وعندي هنا 1 2 3 4 5 5 مستويات. هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 مستويات. غلط، آسف، كده بيندر وجودك. يعني عندي الطبيعي لحد 6، انت 7 كده يندر وجودك. فبالتالي الإجابة عندي هتكون ألف. نشوف الإجابة السؤال اللي بعده. من السلسلة الغذائية التالية حشائش، حشرات، ضفادع، تعابين، نسر. صح، احنا كده ماشيين تمام. مالها؟ إذا كانت كمية الطاقة في الحشائش تساوي 20,000 جول. فين الحشائش؟ اللي هي النبات يا جماعة. 20,000 جول، تمام، حلو أوي. فإن كمية الطاقة المنتقلة من المستهلك يا جماعة، أنا عايزة ايه، نقف هنا كده ثانية. احنا نفرق دايما ما بين المستهلك والمستوى. المستوى ده اللي هي مستويات الهرم، احنا ملناش دعوه بيه، حاجه تانية خالص. لكن المستهلك حاجه، يعني محدش يجي يقول لي ان المستوى الاول هو المستهلك الاول، لا طبعا. لان احنا قلنا ان المستوى الاول يا جماعه بيكون فيه النبات، والنبات منتج مش مستهلك اصلا. فاحنا عندنا المستهلك الاول بيبتدي من المستوى التاني، لان المستوى التاني بيستهلك اكله من النبات. فبالتالي احنا عندنا المستوى الاول مش المستهلك الاول، المستهلك حاجه والمستوى حاجه.
المستهلك عمره ما يكون نبات. المستهلك عمره ما يكون نبات يا جماعة، بيكون إنسان أو حيوان. نيجي نشوف هنا، من الحشائش للحشرات هيتم فقد 90% من ال20,000. الكمية اللي هتوصل للحشرات هي 10%، اللي هيستفاد منها هي 10%، و90% هيستخدمهم في حاجات تانية. فأنا دلوقتي عايزة أعرف اللي هيستفاد منهم الحشرات 10%. هعمل إيه؟ هضرب 20,000 في 10 على 100، هيطلع لي ب2000. اللي هيوصل للحشرات 2000، اللي هتستفاد منهم 2000. معنى ذلك المفقود كام؟ المفقود 18,000. المفقود يا جماعة 18,000. أنا بس عشان ما تتلخبطوش احسبوا على طول 10%. اضربوا 20,000 في 10%، هيطلع لكم المستخدم اللي هيوصل له، بدل ما تجيبوا 90% بعدين ترجعوا تطرحوها من 20,000 وتشوفوا اللي هيتبقى كام ويبقى ده اللي هيوصل للحشرة. لا، على طول اضربوا في 10%، ده اللي هتستفاد منهم. هاجي هنا اشوف الحشرات هتنقل ايه الضفادع. هضرب برضو 20,000 في 10%، هيطلع لنا 200. يبقى اللي هيوصل للضفادع 200. هشوف من الضفادع للتعابين هيوصل كام. هضرب 200 في 10%، هطلع لنا ب20. بعدين هشوف من التعابين هيوصل كام، هتطلع 2. هنشوف بقى بعد كده هو عايز ايه. انا كده عرفت كل الطاقة المستخدمة اللي هتوصل لكل واحد فيهم قد ايه، كام جول. يقول هنا كمية الطاقة المنتقلة من المستهلك الأول إلى المستهلك الثاني بيساوي كام تقريبا. قال مستهلك مقالش مستوى، يبقى أنا على طول همسح النبات. قال مستهلك مقالش مستوى، على طول همسح النبات. أشوف على طول الحشرات هي المستهلك الأول اللي عندي، لأن النبات كائنات منتجة مش مستهلكة. هدخل على طول على الحشرات، هي المستهلك الأول. يقول كمية الطاقة المنتقلة من المستهلك الأول إلى المستهلك التاني كام؟ 200. اتنقل من هنا لهنا كام؟ 200. فانا هروح اختار على طول 200 جول. طبعا احنا قلنا ليه هنضرب 2000 في 10 على 100 هيطلع 200، لان ال 10% دولت هي المستفادة منهم. وطبعا طار منهم 1800، طار منهم 1800. ننزل للسؤال اللي بعد كده. كفاءة عملية انتقال الطاقة من المستوى الغذائي الثالث إلى المستوى الغذائي الرابع تعادل حوالي كام؟ نيجي نشوف كده. ادي المستوى الغذائي. مستوى هاخد النبات معايا. المستوى هاخد النبات معايا. المستوى هاخد النبات معايا. ادي كده المستوى الاول، ادي التاني، ادي التالت. يبقى التالت عندي اللي هي الضفادع، والمستوى الرابع اللي هي التعابين. كفاءة اللي هي انتقلت من هنا لهنا، كفاءة عنده اللي هي النسبة يا جماعة. انتقل كام؟ انتقل 10%، زي ما احنا ما قلنا موجودة في كتاب نصا يا جماعة. انتقل 10%، ولكن طار 90%. اللي انتقل كام؟ 10%، وطار 90%. هو ما طارش يعني، هو استخدمهم في حاجات تانية. هنختار 10%. ننزل السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يوضح هرم انتقال الطاقة. إذا علمت أن مقدار الطاقة في الكائن صاد يساوي 100 جول. نشوف الكائن صاد. ادي كائن صاد بيساوي فيه كام؟ 100 جول. مالهم؟ كم تكون كمية الطاقة المفقودة مش المكتسبة عند انتقالها من الكائن س حتى تصل إلى الكائن ل. فين الكائن س وفين الكائن ل؟ حلو أوي السؤال ده. تعالوا نشوف كده مع بعض نحله ازاي. أنا عندي يا جماعة لما بينتقل الكائن من مستوى لمستوى بيحصل حاجتين. ايه هي؟ بيتم فقد 90% واكتساب كام؟ 10%. يبقى عندي 90% وعندي 10%. نيجي هنا كده، انتقل للأرنب 100 من أصل كام؟ من أصل 1000 يا جماعة. طب عرفنا منين؟ لأن احنا قلنا عندنا كمية الطاقة اللي بتكون موجودة وبتصل من مستوى لمستوى هي 10% من الكمية الأصلية. فبالتالي أنا هقسم 100 على 10%، هيطلع لنا 1000. يبقى هنا كان موجود 1000. طب اتأكد ازاي؟ اخد ال1000 دي اضربها في 10 على 100، هيطلع لنا الناتج 100. 10% يعني 10% يا جماعة. هيبقى انتقل 100، لان انا من ينتقل من هنا بينتقل من مستوى لمستوى 10%، وبيتم فقد 90. فانا هلعب على المكتسب لانه رقم صغير، وهعرف كمان ايه اعمله بدل ما تكون لفة كبيرة وارجع اطرح والكلام ده كله. طيب اللي هينتقل من الارنب للثعلب هتكون كام؟
عادي برضو هجيب 100 في 10 على 100 هيطلع لنا 10. اللي هينتهي للأسد هيكون 1 جول. انا كده جبت الحمد لله الارقام. اشوف هو عايز ايه بقى. الطاقة المفقودة، انا جبت المكتسبة. هو عايز يعرف كمية الطاقة المفقودة عند انتقالها من الكائن س حتى تصل الى الكائن ل. هجيب 1000 بتوعي هطرحهم من الواحد وهعرف ساعتها كام فقط. 1000 طبعا ناقص واحد يبقى 999. دولت طاروا، دولت استخدمهم في حاجات تانية ما نخزنهمش، مكانش طاقة مكتسبة، وبالتالي هيكون 999 جول. نزل السؤال اللي بعده. اي العبارات التالية غير صحيحة؟ غير صحيحة. لازم يا جماعة ناخد بالنا من السؤال جدا ونقرأه مرة واتنين وتلاتة وناخد كل الاختيارات نحللها مع بعض ونسأل نفسنا دي اخترناها ليه ودي ما اخترناهاش ليه لحد ما نوصل للإجابة الصح. يقول اي العبارات التالية غير صحيحة عن سلاسل الغذاء. هو دلوقتي يا جماعة في السؤال ده عايز الإجابة الغلط، يعني هو احنا هنعلم صح كده على كله، والإجابة اللي هنعمل عليها غلط هي دي الإجابة اللي احنا هنختارها، اللي هو بيقول الإجابة الغير صحيحة. بقى نشوف الإجابات مع بعض. تختزن كائنات السلسلة طاقة كيميائية وتفقد طاقة حرارية. صح، لأن الطاقة الكيميائية دي يا جماعة اللي هي الطاقة المكتسبة، وبتفقد طاقة حرارية. فعلا صح، عن عملية التنفس اللي احنا قلنا عليها، ودي كانت صور من صور فقدان الطاقة اللي هي الطاقة المفقودة. فالإجابة دي عندي صح. نشوف السؤال اللي بعد كده. تعتبر الطاقة الضوئية مصدر لجميع صور الطاقة في السلسلة. فعلا يا جماعة الإجابة دي صح، لأن مصدر الطاقة الرئيسي هي الشمس، والشمس بتدي طاقة ضوئية، فالإجابة دي برضو صح. الإجابة اللي بعدها. الطاقة الحرارية الناتجة عن عملية التنفس تستفيد بها كائنات المستوى التالي. طبعا غلط. ليه؟ لأن احنا قلنا إن الطاقة الحرارية هي صور من صور الطاقة المفقودة، فأنا بقول طاقة مفقودة هتنتقل ازاي للكائن اللي بعد كده؟ مش هيلحق يستفاد منها ولا هيعرف يستفاد منها أصلا، لأن هي مش طاقة مكتسبة، ده تم فقدها، فازاي هتنتقل للمستوى اللي بعديه؟ نشوف الإجابة اللي بعد كده. تعود العناصر الغذائية إلى التربة عن طريق الكائنات المحللة. صح، فأنا عندي الإجابة الغلط هي ج، وهو دي الإجابة اللي هو عايزها، لأن هو بيقول الإجابة الغير صحيحة. شوف السؤال اللي بعد كده. أي مما يلي يمثل الطاقة المنتقلة من كائن آكل العشب لكائن آكل اللحوم في المستوى الذي يليه بأحد السلاسل الغذائية؟ قصده يعني هو عايز الطاقة المكتسبة. نشوف برضو الاختيارات عندنا ايه. الطاقة المستخدمة في الحركة، لا طبعا غلط، لأن عندنا الطاقة المستخدمة في الحركة هي كانت صورة من صور الطاقة المفقودة. طب الطاقة المستخدمة لهضم الطعام برضو غلط. الطاقة المخزنة بالفضلات برضو غلط، لأن دي كانت صور عندنا من صور الطاقة المفقودة. الطاقة المخزنة داخل المواد العضوية بالأنسجة. صح. طيب هو هنا قصده ايه؟ قصده يا جماعة الطاقة المخزنة داخل الأنسجة يا جماعة، قصده الجلوكوز اللي احنا بنخزنه داخل الخلايا، فبالتالي الجلوكوز اللي احنا بنخزنه داخل الخلايا ده طاقة مكتسبة، فبالتالي الإجابة دي فعلا صح، هي طاقة مكتسبة، هي دي اللي هتنتقل من كائنات آكلة العشب لكائنات آكلة اللحوم، فالإجابة دي صح. نشوف السؤال اللي بعد كده. عند حصول كائنات المستوى الغذائي الثاني، المستوى الحمد لله المستوى يبقى معايا ايه؟ معايا النبات التاني على طاقة قدرها 20,000 وحدة طاقة. تمام. وكان مقدار الطاقة غير المنتقلة للمستوى الغذائي الثالث يعادل كذا. غير المنتقلة هنا يعني قصده المفقودة، يبقى أنا عندي أرسم كده الهرم بتاعي، ادي المستوى الأول وادي المستوى التاني. بيقول المستوى التاني عنده طاقة كام؟ عند حصول كائن المستوى الغذائي الثاني على طاقة مقدارها 20,000، عنده 20,000. تمام. معنى هو عنده 20,000 نقله 20,000، معنى ذلك المستوى اللي تحتيه كان 200,000. طب عرفت منين؟ عملت المعادلة هكتب لكم القانون هنا يا جماعة. بصوا عندي هنا كمية الطاقة، القانون ده يا جماعة مهم، ماشي؟ كمية الطاقة اللي انتقلت للشخص بضرب فيها لما اكون عايزة اطلع الناتج، بضرب بقى عامة يا اما في 10% يا اما 90%. امتى بضرب في 10 امتى بضرب في 90؟ في 90 لو انا عايزة المفقودة، طب في 10 لو انا عايزة المكتسبة. تمام. طيب ده ايه؟ بضرب لما انا اكون عايزة ده. طب لما بقسم لما اكون عايزة المستوى اللي قبله، مستوى قبله. ده الملخص اللي انا بعمله. قانون سهل جدا جدا مفيهوش اي حاجه. لو انا عايزه اجيب المستوى اللي قبله بقسم، طب انا عايزه اجيب المستوى اللي بعده بضرب،
طب انا عايزه اجيب المستوى اللي بعده، بس عايزه اجيب الطاقه المفقوده، بعمل في 90. طب انا مثلا عايزه اجيب المكتسبه، بعمل في 10. انا دلوقتي بشتغل على المكتسبه فهعمل في 10، بس انا عايزه اللي قبله فهقسم، يبقى انا هعمل في 10 وهقسم، هيطلع لي هنا كده 200,000. تمام. نشوف بعد كده. بيقول الطاقه المفقوده، مقدار الطاقه الغير منتقله اللي هي المفقوده للمستوى الغذائي الثالث اهو، يعادل 18,060. اتفقد هنا يا جماعة، بقى دلوقتي معايا طاقة مفقودة، اتفقد 18,060 من كام؟ من 2000. هطرح 18,060 من 2000 والناتج اللي هيطلع لي هي الطاقة المكتسبة اهو. قصدي اسفة يا جماعة، قصدي من 20,000. يبقى 20,000 ناقص 18,060 هتطلع هنا كام؟ 1940. اكتسبت 1940 وطار اللي هي غير منتقلة زي ما هو قال 18,060 من أصل 20,000. فتكون كفاءة عملية انتقال الطاقة من المستوى الغذائي الثاني إلى المستوى الغذائي الثالث أهو، المستوى الغذائي الثاني إلى المستوى الغذائي الثالث. نغير اللون. عايز الكفاءة. عندي قانون الكفاءة هنا بيقول ايه؟ كفاءة هي طاقة المنتقلة على الطاقة الكلية. طبعا عندي الطاقة المنتقلة من المستوى التاني، المستوى التالت كام؟ انتقل 1940 لكن تم فقد 18,060. لان عندي دلوقتي خليني في المنتقلة اللي انتقلت 1940، اروح اكتب 1940 على الطاقة الكلية. الطاقة الكلية كلها كام؟ اللي هي 20,000. انا دلوقتي في المستوى التاني والمستوى التالت، ماليش دعوة بالاولاني خالص. انتقل 20,000 زي ما هو ما قال لي، هو كمان اللي طالب مني هنا اهو المستوى التاني والمستوى التالت على 20,000. خليني اجمع الاجابة ب. طبعا عشان هنا الكفاءة هو عامل هنا في 100، فانا هضرب في 100، هضرب الناتج هيطلع لي في 100، هتطلع 9.7، 9.7 يا جماعة. نشوف السؤال اللي بعد كده. اي العمليات التالية ينتج عنها جزيئات ATP في الحيوان؟ طبعا احنا قلنا جزيئات ATP يا جماعة بتنتج عن عملية التنفس. تعالوا نشوف اهو التنفس الخلوي، تنتج عن عملية التنفس. الشكل المقابل يوضح عملية حيوية مهمة للنبات. اي المعادلات التالية تمثل هذه العملية؟ نشوف العملية دي. طبعا بدو يبقى دي كده عملية بناء، عملية بناء ضوئي. اللي داخل من الساق هنا A اكيد H2O اللي ده طالع من التربة لحد الورقة، وعندي C داخل من الجو اكيد CO2. عندي حاجتين خارجين، بس نلاحظ كده السهم ده خارج منين؟ خارج من الكلوروفيل رايح للورقة، لكن هنا خارج للجو خالص. طب ايه اللي خارج للجو خالص؟ الO2. طب وايه اللي هيروح للورقة؟ اللي هي الجلوكوز اللي هو C6H12O6. وطبعا هنا يا جماعة برضو المية. دي المعادلة بتاعتنا. هنيجي نشوف هنا اللي داخل هو اللي بيتحط قبل السهم، واللي خارج هو اللي يتحط بعد السهم. انا قلت اللي داخل عندي الاي واللي داخل عندي السي، يبقى عندي A وC داخلين، واللي خارج B وD، تبقى الاجابة ب. نشوف السؤال اللي بعده. في النباتات الخضراء اي تحويلات التالية للطاقة ينتج معها تصاعد غاز الاكسجين؟ انا عندي امتى كان بيتصاعد غاز الاكسجين؟ كان بيتصاعد لما بعمل عملية بناء ضوئي لتحويل الطاقة الضوئية لطاقة كيميائية. طب امتى كنت بستخدم اكسجين؟ كنت بستخدم اكسجين في عملية التنفس الخلوي. فبالتالي انا عندي هنا علشان احرق جلوكوز، فبالتالي هنا انا عندي تبقى من ضوئية لكيميائية، لان انا عندي كده تكون عملية البناء الضوئي يا جماعة هي اللي بيخرج فيها الاكسجين. هنا كده بناء ضوئي. طب ننزل للسؤال اللي بعده.
الشكل المقابل يوضح نبات مائي تم تعريضه للضوء لعدة ساعات. ما الغاز الذي من المرجح أن يكون داخل الفقاعات؟ نيجي هنا كده نشوف تم تعريضه للضوء لعدة ساعات، معنى ذلك ان هو عمل عملية بناء ضوئي. طب انا عندي في عملية البناء الضوئي بيخرج اكسجين، فاكيد الغاز اللي خارج هيكون الاكسجين. شوفي السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يوضح احدى الثغور للفتحات يعني المسؤولة عن تبادل الغازات في اوراق النبات. اي الاختيارات في الجدول التالي يعبر عن الغاز Y و X في عملية البناء الضوئي؟ اهم حاجة عندي في عملية البناء الضوئي يعني الصبح عندي سهمين، سهم داخل وسهم خارج. عملية البناء الضوئي اللي بيكون داخل عندي هو ثاني أكسيد الكربون، واللي بيكون خارج عندي هو الأكسجين. يبقى عندي داخل CO2 واللي خارج O2. طيب ايه تاني بيكون داخل وايه تاني بيكون خارج؟ عندي برضو اللي بيكون داخل يا جماعة برضو المية، وبيخرج برضو معايا مية. نشوف كده تبادل الغازات، فأكيد هيكون الإجابة ب ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. ننزل السؤال اللي بعد كده. نشوف السؤال اللي بعد كده. بيقول الجدول المقابل يوضح بعض المواد المستخدمة والمواد الناتجة خلال عمليتي التنفس الخلوي والبناء الضوئي. مواد مستخدمة، نيجي للجدول على طول. قال بص الشكل المقابل، قال الشكل البياني، قال بروح على طول للصورة، بفصل الصورة بعدين بشوف بقى وانت طالب مني ايه. هنا بيقول عملية التنفس الخلوي. انا دلوقتي مركزة في عملية التنفس الخلوي. بستخدم ايه في التنفس الخلوي؟ بستخدم حاجتين، بستخدم الجلوكوز وبستخدم الاكسجين اللي هحرق بيه الجلوكوز. فانا عندي المواد المستخدمة يا اما جلوكوز يا C6H12O6 يا اما اكسجين O2. هينتج ايه اللي بيكون ناتج عنده؟ ATP وبينتج لي CO2 و H2O. طبعا يا جماعه اللي حافظ المعادله هيكون الاسئله سهله جدا عليه. نيجي عمليه البناء الضوئي، بستخدم فيها ايه؟ بستخدم فيها ثاني اكسيد الكربون وميه. طب وبطلع فيها ايه؟ C6H12O6 و H2O و O2. شايفين كام حاجه اهو. اهو دي كده الحاجات اللي بتنتج، ودي كده الحاجات اللي بستخدمها. هاجي اشوف بقى هنا السؤال انت عايز مني ايه. بيقول لي اي مما يمثل س ولام. فين س؟ ادي س وادي لام. س عندي يا اما اكسجين يا اما جلوكوز. جلوكوز صح، اكسجين صح، ثاني اكسيد الكربون غلط. طيب ولام؟ قلنا لام عندي حاجه من التلاته، يا اما اكسجين اهو اكسجين يا اما جلوكوز. دي غلط، فانا بالتالي اصلا قلت دي غلط ودي غلط ودي غلط، يبقى جاي عندي ج. نشوف السؤال اللي بعده. اي مما يلي يمثل صاد وعين على الترتيب. صاد احنا قلنا يا اما ATP يا اما H2O يا اما CO2. عندي CO2. جلوكوز استحالة ده انا محرقه. CO2 عندي. اكسجين لا. يبقى عندي يا اما الف يا اما د. وعين على الترتيب. عين قلت يا اما ميه يا اما ثاني اكسيد الكربون. جلوكوز غلط تبقى ميه، يبقى عندي اجابه د. شوف السؤال اللي بعده. ما الجزيئات التي يمثلها الحرف س بالشكل المقابل؟ هروح على طول على الصوره. عندي هنا نباتات، عندي هنا ايه؟ نباتات دخلها طاقه ضوئيه. في الاسهم اللي خارجه عندي سهم خارج هنا، واللي بينتج عن عمليه البناء الضوئي اكسجين وجلوكوز C6H12O6 وطبعا ميه. عندي هنا سهم رايح للنبات اللي هو ثاني اكسيد الكربون عشان يعمل عمليه البناء الضوئي، وعندي خارج من الحيوانات طاقه. يبقى عندي سي ده يا اما جلوكوز يا اما اكسجين يا اما ميه، بس طبعا جلوكوز لانه هنا رايح للحيوانات فدي طاقه منتقله في جلوكوز. ما الجزيئات التي يمثلها حرف س؟ جلوكوز اللي هي C6H12O6. نشوف الباقي. تأثير البناء الضوئي والتنفس الخلوي على النظام البيئي. العمليات الحيوية التالية تحافظ على توازن الغازات في الغلاف الجوي. فاكرين لما قلنا ان عملية البناء الضوئي وعملية التنفس الخلوي هما الاتنين بيساعدوا على توازن ثاني اكسيد الكربون؟ لما قعدنا نقول الدورية السيركل والنيماتوفيل موجودة وان الاكسجين هي بتدي اكسجين والتانية بتدي ثاني اكسيد الكربون، يبقى عندي عملية البناء الضوئي والتنفس الخلوي. ننزل السؤال اللي بعده. الشكل التخطيطي المقابل يوضح احدى الدورات البيولوجية التي تحدث بين النبات والهواء الجوي. فإذا علمت أن الحرف A يمثل CO2
و H2O. ما الذي تعبر عنه الحروف B و C و D و E؟ نشوف هنا بيقول ان A بيمثل ثاني اكسيد الكربون زائد H2O، يعني عملية بناء ضوئي. اشوف خارج منه سهم، السهم ده داخله ضوء، B ده نبات، B ده نبات اللي داخله ضوء، خارج من B حاجة رايح لسي، خارج منها ايه؟ داخل لها سي و2 H2O وضوء، اكيد هتخرج لي ايه؟ جلوكوز. هتعمل عملية بناء ضوئي وهتديني جلوكوز، يبقى سي ده جلوكوز. هاجي هنا بقى لدي، الجلوكوز رايح لدي مخرج لي حاجة، ودي خارج منه سي او2 و H2O. طب ايه اللي بيخرج لنا سي او2 و H2O؟ عملية التنفس الخلوي، فدي هنا حصل فيها عملية تنفس خلوي وخرجت لي ايه؟ ايه ده اكيد ATP، ودي ده اكيد بتعمل عملية تنفس خلوي. تعالوا نشوف الاختيارات. بي كلوروبلاست ولا ميتوكوندريا؟ بي اكيد كلوروبلاست، لان الكلوروبلاست يا جماعه هو اللي بيكون فيها كلوروفيل، الكلوروفيل بيمتص الضوء عشان يعمل عمليه بناء ضوئي. حتى هنا هو في بي داخله ضوء، فاكيد هيكون كلوروبلاست. يبقى عندي ميتوكوندريا غلط، ميتوكوندريا غلط. طيب سي ATP ولا جلوكوز زائد اكسجين؟ طبعا سي احنا قلنا هتبقى جلوكوز واكسجين، لان ده اللي بينتج عن عمليه البناء الضوئي، فعندي ATP غلط. دي ميتوكوندريا، لان الميتوكوندريا هو اللي بيتم فيها حفظ يا جماعه ال ATP، فبالتالي الاجابه عندي هتكون ب. لو مسكتوا حاجه وفصصتوها صدقوني هتفهموا. نشوف السؤال اللي بعده. اي مما يلي يتم تدويره بين البيئه والكائنات الحيه عن طريق عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي؟ قلنا الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. هنا مفيش الاكسجين ومفيش ثاني اكسيد الكربون، في ثاني اكسيد الكربون وفي الميه. برضو الميه معانا ليه؟ لان احنا قلنا في عمليه البناء الضوئي بيتم استخدام ميه، لكن في عمليه التنفس الخلوي بيتم استخراج ميه CO2 وميه وATP، فبرضو يا جماعه الميه برضو معانا. تلعب عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي دورا في كل مما يلي ما عدا، حط تحت ما عدا دي 1000 خط. نشوف التوازن بي، تعمل توازن بي. تدفق الطاقة بالظبط، حتى التنفس الخلوي بيخرج لنا ATP. إعاقة دورة الكربون، توازن الغازات، تعمل توازن الغازات فعلا. إعاقة دورة الكربون، لا طبعا غلط، هو عايز معادة فتبقى دي الإجابة. عندما تدفن البقايا الحيوانية البحرية في ظروف معينة من الضغط ودرجة الحرارة المرتفعة، فذلك قد يؤدي لتكوين ايه؟ الفحم والبترول. نشوف بقى، بيقول هنا تدفن بقايا الحيوانية البحرية، احنا قلنا البقايا الحيوانية البحرية بيكون لنا بترول، عندنا هنا يا جماعة هتكون البترول شيء أساسي معانا. طيب أنا عندي جزء البقايا الحيوانية ديت بتتحول لغاز طبيعي، وجزء تاني بيبقى سائل بيتحول لبترول، فبالتالي هيكون البترول وغاز البيوتان، لأن غاز البيوتان هو جزء من الغاز الطبيعي. يبقى عندي الإجابة ج. شوف السؤال اللي بعده. الشكل البياني المقابل يوضح النسب المئوية لأربع غازات مكونة للغاز الطبيعي. أي الأعمدة يمثل غاز الميثان؟ غاز الميثان احنا فاكرين لما قلنا ان الغاز الطبيعي نسبة كبيرة منه جدا هي غاز الميثان، وباقي النسبة هي غاز البيوتان والبيوتين، فبالتالي نختار صاد أعلى نسبة مئوية. شوف السؤال اللي بعده. أي مما يلي يمثل الطاقة المختزنة في الوقود الحفري والطاقة الناتجة من عملية الاحتراق عن الترتيب؟ طبعا يا جماعة الطاقة المختزنة في الوقود الحفري بتتحول لطاقة كيميائية، واللي ناتجة عن احتراقه هي طاقة حرارية، حتى لما احنا قلنا هي دي اصلا اللي بتشغل الالات، لما هو بيحترق بيعمل طاقة حرارية بتشغل الالات. يبقى انا عندي كيميائية وحرارية، الاجابة الف. سؤال يا جماعة جميل جدا. احنا كده ان شاء الله نكون خلصنا كل الاسئلة الاختيارية بتاعت كتاب الامتحان. انتظرونا ان شاء الله في شرح الدرس الثاني علوم متكاملة.